ليفربول وويست هام مباراه سحريه، مباراه جميله جدا، مباراه ناريه سقطت العباءه من كلوب والاخوه الاعداء في ليفربول، وحلم كوتينيو يتلخص في القنطره. تابعونا اخر الحلقه، اللي لسه ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب واللايك والشير واعمل لي كومنت معانا وفجر لي الحلقه، ويلا بينا نبدا حلقتنا. يلا بينا نبدا حلقتنا بتاع السريع، يلا بسرعه. تألق غير عادي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول اليوم وويست هام. مباراة ويست هام وليفربول بتفضح كلوب فضيحة كبيرة جدا، وبتأكد ان هو مش المدرب العالمي اللي هو بيعمل معجزات، المدرب اللي كان عايش على عرق النجوم، عايش على واحد زي فان دايك، عايش على محمد صلاح، عايش على كل النجوم دي، ساديو ماني وفيرمينيو وكل اللعيبة اللي مشيت منه دوت وكوتينيو على رأسهم. والمدرب ده يا جماعة سقطت العباءة منه أخيرا، وبان على حقيقته بقى، بان ان هو بيتفلسف وبلغة الكورة بيتفزلك كده، وبيحب يبين لنا حاجات جديده جدا ما بانتش قبل كده في ليفربول، وما كانش هو بيقدر يعملها وما كانش بيحب يعملها في ليفربول. النهارده بيلعب محمد صلاح راس حربه صريح. يا جماعه محمد صلاح ما ينفعش يلعب راس حربه، وبمجرد ان محمد صلاح نزل على الطرف اليمين قدم وراجع علينا محمد صلاح تاني وقدم هدفين جمال جدا. طبعا بعد خروج بومة الخرابات دي يا جماعه من ساعه ما طلعت من الماتش، والماتش فتح بقى اجوان هنا واجوان هنا واجوان هنا وهدفين، مفيش اجمل من كده ولا اروع من كده لكابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح اللي دايما بيلعب بالوش للمره. يا كلوب بلاش تخترع، حاول ان انت تأدي، يعني تستخدم اللعيبه بتاعتك استخدام صح. ما تحاولش ان انت تبين ان انت اعلى منهم وان انت اللي عملت النجوم، بالعكس انت لازم تسخر كل قدراتك وكل ادائك وتبين ان النجوم هم يعني بيأدوا جزء من خطتك انت، مش انت اللي تكون دايما مسيطر تجيب ده هنا وتودي ده هنا. يعني مش عارف انا، ولولا وجود واحد زي هندرسون كنت بقت فضيحه في خط الدفاع بعد العملاق فان دايك. طبعا هندرسون بيمثل دور الجوكر وبيمثل دور العصا السحريه لكلوب. كلوب تعالى العب يمين، العب شمال يا هندرسون، العب شمال هندرسون، العب قلب دفاع يا هندرسون، العب قلب دفاع هندرسون، العب تحت رؤوس الحرب يا هندرسون، العب تحت رؤوس الحرب يا هندرسون. مباراه في الشوط الاول افتقدت لرقم 10 في فريق ليفربول. بمجرد ان كانتارا اتساب شويه براحته كانتارا. طبعا قلنا في بدايه الحلقه ان الاخوه الاعداء هو شاكيري ومحمد صلاح. محمد صلاح يعني بلغه الكوره كده ما قعد شاكيري على دكه البدلاء، ولكن شاكيري بيتحول من الهاف اليمين للهاف الشمال وبيقدم لنا عرضيه جميله مثاليه لمحمد صلاح. وانا اتفاجئت طبعا، لان يعني زي ما بنقولوا كده المفروض ان هو يبين ان هو احسن من محمد صلاح، ولكن شاكيري ما عندوش النفسانه ديت، وللاسف اللي باين ان هو قضى عليه هو كلوب. كان ممكن شاكيري يتوظف في كذا مكان برضو، كان في الوقت اللي هو فيه فيرمينيو يعني ضعيف ممكن يلعب بساديو ماني مهاجم ويلعب بشاكيري في الهاف الشمال ويدعم شويه ويلعب شاكيري اكتر من كده. شاكيري نجم منتخب سويسرا، الراجل اللامع الحريف جدا اللي جاي لعيب عالي جدا لليفربول، وللاسف اتقتل بسبب مين بقى؟ بسبب كلوب، ان هو عايز يلعب مكان محمد صلاح، ومحمد صلاح ما يريحش يا جماعه. محمد صلاح بيرفع رصيده من الاهداف ل 15 هدف في 20 مباراه، يليه سونج هيونج ب 12 هدف في 19 مباراه. نامل طبعا ان اللاعب الكوري سونج ما يهدفش النهارده طبعا ويطلع صفر اليدين هو وهاري كين، اللي هاري كين برضه عنده 12 هدف في 18 مباراه. زحام شديد جدا ومسابقه عالميه وكله بيضرب في بعض وكله عايز يروح للقمه، سواء كان انديه سواء كان لاعبين. طبعا احنا كنا قلنا في اول حلقه لينا في ليفربول ان انا شايف ان محمد صلاح السنه دي هيقدم موسم استثنائي ويكاد يكون موسم الوداع بالنسبه له مع ليفربول ومع جماهير ليفربول. محمد صلاح طبعا النهارده بيجيب هدف عالمي، هدف يعني الهدف الاول دوت بالنسبه له هو متعود على الهدف دوت اللي هو بيدخل من الجنب بيدخل بيه الملعب وبيقطم لجوه، بيلعب الاوفر بتاعه في المقص اليمين لحارس المرمى الشمال بالنسبه له. ومحمد صلاح متعود على الهدف دوت ودايما بيجيب الهدف دوت. زائد الهدف الثاني بقى توقيفه ايه، روعه ايه، عرضيه ايه من شاكيري يا جماعه عالمي، كوره بالمقاس على رجل محمد صلاح. وطبعا قلنا ان كوتينيو حلم كوتينيو يتلخص في القنطره طبعا بيقدم دور وحيد مع ليفربول، وهو للاسف اللعيب الضعيف اللي جاي من بايرن ميونخ، ضعيف جدا يعني لعيب برشلوني لعيب بايرن ميونخ، المفروض يكون اعلى من كده شويه. نامل ان هو في الفتره اللي جايه نلاقي شويه حماسه عنده اكتر، شويه غيره على نفسه. القنطره الحاجه الوحيده اللي بيعملها ان هو بيتباص بسرعه.
دي كانت شغل كوتينيو. كوتينيو كان اكتر واحد في ليفربول بيشغل محمد صلاح. عشان كده انا قلت في بدايه الحلقات لما جال كانتارا لليفربول، قلت ان محمد صلاح هيقدم موسم استثنائي من الاهداف وعدد كبير جدا من الاهداف وارقام جميله جدا لمحمد صلاح بسبب الكانتارا اللي كل كوره تقريبا بيدور على محمد صلاح ويديها له في الوقت اللي كلوب غير فيه الخطه بتاعته. كلوب طبعا كان بيلعب 4-3-3. كان في الخط الامامي بيلعب مين بقى؟ بيلعب مهاجم صريح محمد صلاح، وبيلعب على يمينه شاكير، وبيلعب على شماله اوريجي. طبعا راح جاي كلوب طبعا الشوط الثاني غير المنظومه دي تماما، لعب اوريجي في المكان بتاعه راس حربه، وخلى شاكير شمال، وخلى محمد صلاح يمين. ابتدى محمد صلاح يلعب بوشه على الجون، ابتدى يهدف وجاب جونين، النتيجه 2-1. بس فتح الملعب شويه وفتح اللعب شويه محمد صلاح. محمد صلاح كان في فرصه كان ممكن يجيب فيها الهاتريك ويبعد عن هيونج طبعا ب4 اهداف، بس قدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله الفتره اللي جايه نتفرج على محمد صلاح بقى، ونشوف محمد صلاح ويؤدي لنا الاداء الخرافي، وزي ما هو اسطوره ليفربول في دوري ابطال اوروبا، نشوف محمد صلاح هداف والهداف الاول لليفربول في الدوري الانجليزي، اللي ان شاء الله باذن الله هحطمه في القريب العاجل ان لم يمشي في الوقت اللي جاي دوت. يعني احنا كنا متوقعين ان محمد صلاح خلاص يعتبر بيلم ورقه وهيمشي يروح ريال مدريد، ويعني كل الانباء بتقول كده ان هو ماشي طبعا من ليفربول، وهيروح يشوف مستقبله في مكان تاني. في نهايه حلقتنا النهارده نشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا، لايك والشير، وهنستنى منها كومنت، وهرد عليكم في كل الكومنتات زي ما عودتكم كل مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.